معظم الناس لما بتيجي تذاكر فاينانس لأول مرة، خصوصا الطلبة اللي لسه بيذاكروا في الكليات، ما بيبقوش فاهمين يعني ايه فاينانس. بيترجموا الكلمة معناها مالية، يعني ايه مالية، فبيشوفوا الديفينيشن اللي بيقول the science of money أو علم الفلوس. فيعني ايه science of money؟ أنا بستفاد ايه بالعلم ده؟ فأنا هنا عايز أديلك حدوتة صغيرة أو مثال صغير أفهمك يعني ايه فاينانس وقد ايه هي مهمة قوي في حياتنا، وهتفيدك كتير في المستقبل، من غير ما ادخل في تفاصيل ومن غير ما ادخل في كمان في مصطلحات تبع الجامعه او definitions terminology يعني في شويه مناهج كبيره. انا بس عايز ادي لك الفكره العامه قوي والفكره البسيطه جدا عشان تقدر تفهم يعني ايه فاينانس، وكمان ادي لك ازاي تفكر بالطريقه الماليه. ادي لك بس الحته الصغننه دي. وعشان ابدا معاك خليني اقول لك حدوته كده. خليني اقول لك مثلا ان في شخص هو مدرس مشهور جدا في منطقه من المناطق، وفجاه عزل وراح حته تانيه، فما كانش مشهور في الحته التانيه دي. وطبعا عشان هو مدرس فعايز يشتغل، فقدم او كتب اسمه في السنتر عشان يبتدي ان هو يشتغل، وحط ان ثمن الحصه هناك هيبقى 100 جنيه. تعالى نقول ان ثمن الحصه هناك كان 100 جنيه. في نفس الوقت عشان هو لسه جاي المدينه جديد، فمش دايما هيجيله طلبه كتير في السنتر، فهو برضو مش عايز يبقى بيكسب قليل في السنتر. فحط انه مستعد يدي دروس برايفت للمدينه دي، للناس اللي في المدينه دي، على اساس يعني ان هو لسه برضو جاي جديد. والدرس البرايفت حطه ان هو ب 230 جنيه اي جي بي. اللي يفاجئ بيه بقى المدرس ان عدد الطلبه اللي جوله من كل ناحيه، هنا في السنتر جاله طالب واحد بس، جاله 1 ستودنت، لانه كده كده لسه مش معروف هناك، فالسنتر لسه ما يعرفوش، ما عرفش يسوق له كويس، وعدد الطلبه ما جاش كتير، هو طالب واحد بس. في نفس الوقت عدد الطلبه اللي حبوا ان هم ياخدوا معاه برايفت يعني كان برضو طالب واحد بس، 1 ستودنت. فدلوقتي تعال نفترض ان المدرس ممكن يودي الشخص البرايفت ده في السنتر، لانه كده كده الشخص البرايفت عايز ياخد لوحده. طب ما هو في السنتر اصلا مفيش غير طالب واحد. فتعال نقول انه الطالب ما عندوش مانع ان هو يروح السنتر، بدل ما المدرس يروح يعني يدي الحصتين، فهو يدي حصه واحده في السنتر. لكن اسالك، انهي هيبقى المكسب الاكتر، لو هو ادى الحصتين ولا لو ادى الحصه الواحده؟ ممكن توقف الفيديو تحاول تفكر. اوكي، انا هفترض انك وقفت الفيديو وقعدت تفكر شويه، والاجابه على حسب، على حسب انت بتفكر ازاي. فمثلا تعال نقول ان هو هيدي الحصتين. اقول لك على حاجه، تعال نرسم هنا خط كده كبير، وتعال نقول ان هو لو هيدي 2 سيشنز، لو هو هيدي 2 سيشنز، هو هيكسب كام وهيخسر كام؟ وخلينا نقول مثال بسيط قوي، مش هيخسر حاجه، هو هيكسب بس. اول حاجه هو هيكسبها ال 100 بتاعت السنتر لو هو هيدي 2 سيشنز، وكمان هيدي الشخص البرايفت فهيدي 230، يعني هو هيكسب 330 330 اي جي بي. ده اللي هيكسبه بالظبط لو هو، خد بالك، لو هو ادى 2 سيشنز 2 سيشنز. طيب لو هو ودى الشخص البرايفت، لو هو شخص ودى الشخص البرايفت في السنتر، فممكن نعمل كده خط تاني ونبتدي نشوف. لو هو ادى الاثنين في السنتر، يعني قال للطالب بص كده كده العدد قليل في السنتر، فبدل ما ادي لك بالسعر الكبير ده، ايه رايك اعمل لك خصم وادي لك ب 100 جنيه بس تعالى سنتر، يعني كده كده مش هتفرق معاك طالب زياده، بدل يعني ما انت تبقى موجود في البيت، وكمان يعني ده هيبقى تكلفه عليك، فتعالى ادي لك، هعمل معاك يعني حركه جدعانه. فانا هجيبك السنتر وكده كده العدد قليل وانت هتدفع اقل، في نفس الوقت مفيش عدد كبير، فانت برضه تستفاد نفس الاستفاده. فتعال نشوف بقى، هو دلوقتي لو هيدي 1 سيشن 1 سيشن 1 سيشن بس، هتبقى في السنتر، فهتبقى بسعر السنتر ما تنساش. فسعر السنتر بقى كام؟ 100. 100 بس خد بالك ان هو هيدي 2، ف 100 times 2 200 جي بي. فخلي بالك لو هو هيدي حصة واحدة هيكسب 200، لو هيدي حصتين هيكسب 230. غالبا في الوقت اللي انت بتقول اكيد طبعا لو ادى حصتين هيكسب اكتر، اكيد. بصراحة ده غالبا اللي كلنا هنفكر فيه قبل ما انت تذاكر فاينانس. اهي المادة دي بتغير تفكيرك، بتقول لك لا، الحقيقة لا، مش لازم. ازاي يعني مش لازم؟ بص، فكر فيها كده بالعقل. تعال نقول ان الحصة هنا ساعتين، يعني الحصة اللي هو هيديها ساعتين، سواء بقى في السنتر او في البرايفت، كده كده مش هياخد اكتر من ساعتين يعني. ممكن بقى تقول لي هو في الساعة هيكسب كام في الناحيتين لو ادى الحصتين ولو ادى حصة واحدة؟ فبص هنا مثلا في الناحية الأولانية خد بالك 330، واخد بالك هو هيدي حصتين وكل واحده ساعتين، يعني الفلوس هتتقسم على 4 ساعات 4 hours. فهيحصل ايه؟ لو انت قسمت 330 على 4 ساعات، هيطلع تقريبا بياخد في الساعه الواحده 82 جنيه ونص.
EGP per hour. يعني هو لو قسمت الفلوس كلها على عدد الساعات اللي هو اداها للطلبة، ف 330 على 4 يطلع لك 82 جنيه ونص. ده خد بالك لو ادى الحصتين، وقسمناها تاني على 4 ما تنساش عشان كل حصة بساعتين، 4 ساعات. تعالى بقى الناحية التانية، بص هيحصل ايه. لو احنا بقى قسمنا ال 200 دي على عدد الساعات، خد بالك هو دلوقتي هيدي حصة واحدة والحصة دي ساعتين. لما تيجي تقسم 200 على 2 يطلع لك 100 EGP per hour. مش عارف خدت بالك ولا لأ، بس لو فكرت فيها هتلاقي إنه لما يدي حصة واحدة بسعر أقل، الأجر بتاعه في الساعة هيبقى أكتر من لما يدي حصتين كل واحدة فيهم بأجر مختلف أو أكتر، يعني في واحدة فيهم. طب ليه؟ لأنك أنت دلوقتي ما حسبتش المكسب كجروس، أنت حسبته in terms of حاجة تانية، يعني بالنسبة لحاجة تانية. لما جيت حسبته بالنسبة للساعات هنا وبالنسبة للساعات هنا، الموضوع اختلف تماما. طلع لما تدي حصة ده بالعكس، ده انت هتوفر ساعتين وهتاخد في كل ساعة فلوس أكتر. يعني هنا في الساعة كنت تاخد 82 ونص، هنا هتاخد في الساعة كام؟ 100 جنيه. فالموضوع مختلف تماما. هي دي بقى الفاينانس. الفاينانس بتعلمك ازاي بأقل مجهود وأقل خسارة هتخسرها، أو أقل كوست، تكلفة مش خسارة، أقل تكلفة هتدفعها يعني، تقدر تكسب أكبر حاجة. وده فعلا اللي المدرس عمله. لو المدرس كان خلى الحصتين في السنتر وكان خلص من الموضوع ده، كان هيعمل إيه؟ هيدي سيشن واحد، اوكي، ومش هيروح مكانين، فهيوفر وقت وهيوفر ساعتين، وفي نفس الوقت الاجر بتاعه في الساعه اعلى. حد هيقول لي طيب ما هو مش هياخد الفلوس كلها، مش هياخد ال 330، هو هياخد 200 بس. هقول لك لا خالص، بالعكس ده ممكن ياخد اكتر من 330، لان في ساعتين يتوفروا له ممكن يعمل فيهم حاجه تانية. الفاينانس هي الطريقه اللي بيفكر بيها الانفستورز. مستثمر بيفكر ازاي باقل حاجه، اقل حاجه عندي اقدر اعمل بيها كتير قوي، اقل فلوس عندي ازاي اعمل بيها فلوس تانية.